بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف برفقة الزملاء الفنيين والمشرفين والإداريين، وأرجو أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها بحوله تعالى. اليوم الحلقة 211، وكما تشاهدون على شاشة القناة، لا زلتم مع القمر. ماذا إذا قال القمر؟ هذا تساؤل أطلقناه قبل سنين عدد 23 عاما كما قلت. واليوم أتشرف أن أقلب وإياكم صفحات، ليس صفحات لكن ذكريات هذا الديوان وطباعته والظروف اللي كانت محيطة بسنوات الطباعة أو شهور الطباعة. قبل هذا وذاك، عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أرجو أن تكونوا دوما من الذين يتابعون وفي نفس الوقت يعلقون أو يعطون آراءهم، لأن آراءكم في غاية الأهمية وفي الاعتبار الكبير. لعلكم تذكرون أيها الأحباب أنني توقفت ونحن يعني في طيات الحديث عن ذكريات هذا الديوان. تحدثت أو توقفت ونحن في مطار ويلز، مطار معيتيغا، أيام العقيد معمر رحمة الله عليه. توجهت إلى ليبيا لمتابعة شأن هذا الديوان، ولكن تحت ذريعة أنه متابعة الفرقة الفنية التي آه، توجهت إلى ليبيا. بالنسبة للفرقة لم يكن أول يوم أول مرة، ولكن كانوا معتادين يشاركون في أعياد الفاتح من سبتمبر. بالنسبة لي كانت أول وآخر زيارة للجماهيرية لمتابعة شأن هذا الديوان. آم، عندما طال الانتظار دار الحديث بيني وبين مدير وكالة الأنباء السورية، أعتقد هو السيد أحمد عثمان. فقال لي: من أين أنت؟ والكلام، فقال لي: أنا قلت له من إريتريا. إريتريا؟ قال: الحبيبة العجيبة. فقلت له: الحبيبة نعم، ولكن لما العجيبة؟ فعندما سألته هذا السؤال قال لي: أولا، هل أنت مقاتل أم مدني؟ طبعا سؤال خطير يعني. ولم يقل مقاتل حقيقة. قال لي: هل أنت مناضل أم رجل مدني؟ قلت له: أنا رجل مدني، لا علاقة لي بالنضال والقتال والأسلحة وما إلى ذلك. قال لي: لو قلت لي مقاتل أو مناضل كنت سأقول لك من أي الفصيلين أنت؟ هل أنت من جبهة التحرير الإريترية أم من الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا؟ قلت له: أنا لا هذا وذاك، لكنني أنا مواطن إريتري وأنا مدني. طيب، هل تعلم موقف سوريا حكومة وشعبا من القضية الإريترية؟ قلت له: نعم أعلم ذلك. أعلم وقفة سوريا العربية الشقيقة، العراق، السودان أولا، والمملكة ودول الخليج وهكذا، وإلى ما في اليمن. وقلت له برضو كانت دول بين هذا وذاك، مرة معنا ومرة ضدنا وهكذا، لكن لسوريا أعلم أنه موقف الثابت. بل قلت له أنني أتذكر مندوب سوريا الشقيقة عندما ألقى كلمة للحكومة السورية في في أسمرة في ميدان الفاتح من سبتمبر تحديدا 92، آه، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال، يعني 24 مايو عام 92. قدم كلمة يعني معبرة قوية. ساعتها أنا كنت واقف مثلي ومثل أي مواطن عادي، لم أطلع إلى فورتو إلى وزارة الإعلام، حيث لا زلت في ذلك العام بمثل الجالية العربية معلما للغة العربية.
ولذلك عزيزي المشاهد، فقلت له: أنا أتذكر، أعتقد كان وزير الخارجية أو ممثلا لوزارة الخارجية، قدم كلمة عربية قوية فصيحة، وقال بعبارة واحدة، أذكر تلك العبارة جيدا، قال: إن تحرير إريتريا هو البوابة الأولى لتحرير القدس الشريف. أنا توقفت في هذه الكلمة، وكانت كلمة قوية. تعلم عزيزي المشاهد، هذا على هامش الحديث مع مدير وكالة الأنباء السورية، لم يمر على مايو أيام فقطعت العلاقة الدبلوماسية بين سوريا والحكومة الإريترية المؤقتة، تقريبا في شهر 7 يعني. قطعت العلاقة وبدأنا الهجوم الإعلامي المباشر على سوريا. وأنا كنت عندما التحقت بالوزارة كانت هناك بيانات كنت أقرأها كغيرها من البيانات الأخرى. فقلت له: أتذكر كلمة ممثل الحكومة السورية في ميدان الفاتح. قال لي، هو طبعا باعتباره مدير وكالة الأنباء السورية ويعلم تماما كيف أصبح ترمومتر العلاقات السورية الإريترية، فقال لي: أنت ماذا درست هكذا؟ قلت له: أنا صحفي درست في السودان. فقال لي: علاقتك بالجبهة الشعبية منذ متى؟ قلت له: منذ 91. فالرجل قال ما في نفسه. قال هذا الرجل قد يكون صادق. وأنا قلت له: أقسم بالله أنا ما أعرفها قبل 91. الجبهة الشعبية أعرفها كتنظيم، ولكن لم أكن في خلاياها الطلابية ولا خلاياها الأخرى يعني. فقال لي: وقفت سوريا العربية مع القضية الإريترية. وقلت له: أعرف الدورات العسكرية والأسلحة وكل شيء. فقال لي: يعني تنكب الطريق أو جحود النظام الإريتري أو الحكومة الإريترية المؤقتة لكل ذلك التاريخ. صحيح العلاقة كانت مع جبهة التحرير، ولكن برضو مع الجبهة الشعبية كانت هنا وهناك يعني. خاصة وأن طلاب الإريتريين الذين كانوا في سوريا، صحيح عددهم لم يكن كثير المنتمي للجبهة الشعبية، ولكن كان لهم انتماء وكان لهم وجود يعني. فقال لي: إريتريا تنكرت ومسحت الجميل وما إلى ذلك، فخرجت من بالمنظومة القومية العربية وما إلى ذلك يعني. فتنكبت الطريق لذلك وصب جام غضبه على ال- مجموعة الجبهة الشعبية. وقال لي: أنا أقدر موقفك، أنت الآن تمثل. أنا قلت له: أمثل الإذاعة الرسمية يعني، لكن قل ما شئت. قلت له: يعني أنت حر يعني. لأنه كان رجل يتقدمني في السن، ورجل احترمت فيه رأيي يعني. مهم، ودار حديثا بين تاريخ الجبهة والجبهة الشعبية، والمهم ناقشت أنا في بعض القضايا يعني. آه، حقيقة لا أنكر أنه كنت أدافع شيئا ما، لكن دون تشنج واستماتة وكذا. أقول له: ولكن لكنيات كثيرة يعني، ولكن برضو أديت الأمان أنه يحكي. في نهاية المطاف قلت له: طيب، أود أن أجري معك مقابلة. فتبسم الرجل وضحك. قال لي: مقابلة لتبثها أين؟ قلت له: في القسم العربي لوزارة الإعلام الإريترية. قال لي: الحكومة الإريترية المؤقتة؟ قلت: نعم. قال لي: لن تستطيع أن تبثها. قلت له: لا عليك. يعني ألححت عليه وأصريت كما يقال يعني. تحت الإلحاح والإصرار قبل الرجل لأجري معه مقابلة للإذاعة، ونحن جالسين 3 ساعات كما قلت. فأسأله ويجاوب، أسأله ويجاوب، تقريبا مقابلة استمرت 40 دقيقة تقريبا هكذا. فشكرته، قلت له:
قلت له: أشكرك جزيل الشكر. فهو بادلني الشكر وقال لي: هل ستبث هذه المقابلة؟ قلت له: نعم، سأبثها، مع شيء من الإخراج يعني، والمونتاج والقص واللصق والحاجات هذه. قال لي، هو رجل خبير يعني إعلامي، قال لي: أتحداك أن تبث من هذه المقابلة 5 دقائق، وستذكر كلامي هذا عندما تعود إلى أسمرة. قلت له: هل تستطيع أن تخرج منها 5 دقائق فقط؟ قلت له: والله صعبة يعني، لأن الرجل عزيزي المشاهد كان يضع متراسا ومسمارا بين كل كلمة وأخرى، بحيث لا يمكن بثها، بمعنى هو يتحدث عن صراحة ورأي وموقف يعني، وهو عالم تمام العلم بموقف الحكومة وموقف وزارة الإعلام أو السياسة التحريرية للإعلام الإريتري. بدأ يتخلق بعد التحرير، فقال لي: أتحداك لو استطعت أن تبث من هذه المقابلة 5 دقائق. فقلت له متبسما: ولا 3 دقائق كمان، لأن الرجل ختم تاريس هنا بين كلمة وأخرى، ما في طريقة. حتى لو قال لي: طيب ما الفائدة؟ قلت له: الفائدة أنني سأحتفظ بها للتاريخ، سأحتفظ بها للتاريخ. قال لي: لك ما شئت. وحقيقة عزيزي المشاهد، لقد دخلت أسمر بالمقابلة، يعني بكل صراحة أنا أقول: لو تم كشف محتويات وحيثيات ووقائع وشهادات وقنابل ومتفجرات تلك المقابلة، لا تم اقتيادي من مطار أسمر الدولي إلى حيث الناس يجهلون، كل من اختطف يذهب ولا يعود، حقيقة، وأنا أقول بكل أمانة. لكن كنت مطمئن أنه سوف لا يتم تفتيش وما إلى ذلك، إلا أن أتشيطن بنفسي وأدخل الإذاعة والذي يقوم بتسجيل المقابلة لا يعرف اللغة العربية، وتبث. أنا كان يمكن أن أعمل مجازفة وأعمل بطولة، لكن فيما يعني أنا حروح فيها يعني عزيزي المشاهد. ربما ما كنا حنقول لكم أيها المشاهدون الكرام عبر قناة سلام الإعلامية المباركة: أحييكم أنا كذا وهكذا. كنا سنروح فيها، سنروح، ما في 2 3 كما يقال يعني. وهذه طبعا مجاسرة أنا لا أعملها يعني، كان يمكن أن تبث، لكن بعد نهاية البث على طول حيتم اقتيادي. فدخلت بها مع عدد من المقابلات التي عملتها مع أعضاء السفارة وعدد من المواطنين الذين كانوا في ليبيا. أذكر منهم أخي العزيز علي إدريس من أبناء مدينة أغرداد، كان شعبويا مستميتا، سمينه علي حفاش يعني. إلى هذا الآن توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والله لك الشوق الكثير أخي الأستاذ علي. عملت معه مقابلة وكان مثلي أنا، إذن كنا كلنا شعبويون يعني. وعدد آخر من المقابلات. فتلك المقابلة للمدير وكالة الأنباء السورية احتفظت بها مع عدد كبير من الأشرطة. والمقابلات التي لم تبث كانت واحدة، هي ما كثيرة التي لم تبث يعني، دي واحدة كان من المقابلات التي لم تبث، وأنا خارج من أسمرة كخرجة حامد الزعيم البطل، رحمة الله عليه، حامد ريس عواته، يعني في لغة التجريد تقول يعني فقرة حامد فقرة يعني، يعني حيث خرج الزعيم ولم يعد إلى، لكنه ارتقت روحه إلى السماوات العلى شهيدا من أجل شعبه ووطنه ودينه وعرضه وكل الحقوق الإنسانية. رحم الله الزعيم ورحم الله كل الشهداء والرعيل. فتلك المقابلة موجودة في مكان أمين، إذا عدنا ربما نقلب صفحات تلك المقابلة إن شاء الله. فهي تركتها ضمن، ليس في أسمرة عزيزي المشاهد،
ولكن مقتنياتنا حولناها من أسمرة إلى مكان آخر. أنا لا لا أبوح بها، بالذات ما يتعلق بالمقابلات وبعض الأشياء الهامة جدا يعني، خارج الإقليم الأوسط تماما يعني. عزيزي المشاهد، أعود إلى حيثيات هذا الديوان وسيناريو وقصة الطباعة. عدت مع الوفد كما قلت، ولم يمر على عودتي. لا، قبل أن أعود دعوني برضو عملت كذا مقابلة في إذاعة صوت إفريقيا. كان المذيع الذي عمل معي مقابلة من السودان الشقيق، اسمه أعتقد نجم الدين، يعني كان رجلا ما شاء الله يعني. وكان آخر اسمه بدر الدين، برضو أحد الذين يتعاونون، هو ليبي. وعموما، وأنا نعم، طائرتنا المتوجهة إلى أسمرة باقي لها ساعتين تقريبا، أو ساعتين، ساعتين ونصف أو ثلاث. طلب مني أن أجري مقابلة أخرى أخونا نجم الدين من غرب السودان. فقلت له أنا اليوم مغادر. قال لي يا أخي ما مشكلة، نلحق المطار. فوجهت إلى الاستوديو، والجماعة طبعا أحيانا يخرجون ولا يعودون. فالوفد الفني توجه إلى المطار وأنا في الاستوديو، وأنا عارف إنه أنا في الاستوديو في سيارة تبع وزارة الإعلام الليبية ستقلني إلى المطار يعني. خاصة وأنا يعني الإذاعة ما كانت من باب البحر بعيدة يعني. آخذ سيارة وأشيل شنطتي وأتوجه. فيبدو لي عملت استطلاع السفارة آنئذ مع الفرقة، مين موجود ومين ما موجود وبتاع، وقل أن تهرب من ليبيا يعني، أو تزوغ من ليبيا. تزوغ وين من ليبيا؟ ما في طريق، وما كان في طريقة ذات ولا في تفكير آنئذ يعني. عموما عزيزي المشاهد، فتأكد للسفارة إنه شريف ما موجود مع الجماعة. طوال استنفرت كل الجهات، وما عدد قليل، لكنهم يعملون عمل الحكومة والشغل يعني. فكان عندنا شرايح مدين الجماعة. فاتصل بي أحد طاقم السفارة، له السلام والتحية والتقدير. أنا أتحفظ عن ذكر اسمه يعني، له السلام والمعزة. ف أنا كنت في المقابلة وما رديت على، يعني أجري مقابلة داخل الاستوديو، ما رديت على العناية. فانشغل كثيرا، وبعد كذا اتصال، وثلاثة أربعة خمسة، في الأخير رفعت أنا وقلت له يا أخي فينك يا أستاذ شريف؟ أنا طبعا ضحكت. قال لي مالك تضحك وكده؟ قلت له يا أخي أنا في الاستوديو. قال لي أنت مسافر اليوم؟ أنت قلت له أنا عارف يعني. بعد كم؟ قال لي تقريبا باقي لي ساعة تقريبا. قلت له بعد ساعة. طيب أنت فين؟ أنا في مقابلة، بيجري مقابلة يعني في الإذاعة الليبية. قال لي طيب. قلت له أنا حاجي براي. قال لي لا لا، لازم أجيك. فأتى إلي داخل الاستوديو، قال وجدنا هذا الرجل ما نفكه بعد كده يعني، ولا يمكن في ليبيا كما قلت عزيزي المشاهد. المهم فتوجهت معه، وقال لي يا أخي الزمن وكده. قلت له لا عليك يعني، ما إريتريا وليبيا دي ما ممكن تودونا بطيارة خاصة، ما مشكلة. فضحكنا، هو رجل صديق يعني. فلكن أنا كنت أقرأ ما في نفسي يعني، يعني وأوامر من فوق، أوامر عليا يعني. فدخلنا فندق باب البحر، وأخذت شنطتي تأبطتها وذهبت إلى المطار. يمكن والله باقي يعني دقائق كده والإقلاع يعني، الطيارة تقلع. فدخلت والحمد لله. فهذه قصة واحدة من الحكاوي. عموما عزيزي المشاهد، هي كلها جاء في تلافيف هذا الديوان. عدت إلى أسمرة، والمقابلة السورية طبعا دي كما حكيت عنها، وبقية المقابلات دخلت وبثت يعني. بين فترة أخرى كنت بسمع المقابلة في البيت يعني، لأنه لازلنا في ذلك العهد نستخدم الكاسيت الفيو على على جهاز التسجيل والسماعة المعروفة يعني. وعموما بعد فترة وصل الديوان. اتصل بي سعادة السفير خليفة خالد أبو الديب، له السلام والتحية.
والرحمة كذلك. فقال لي تعال إلي. الغريب عزيزي المشاهد، يعني كانت في عندنا شيء من الشجاعة، متوكلين على الله. لم استلم 100 نسخة من سعادة السفير من مكتب السفارة، كنت على لهفة أن أرى ديواني لأول مرة، وأنا لا أعرف شكل ساعته يعني. حتى إذا طبعت الديوان وأنت بالقرب من مكان الطباعة، تطلع على الصفحة الأولى والغلاف ومكتوب وتراجع، وهكذا. هذا كان بس رميناه من أسمرة إلى ليبيا وجانا كده يعني. ولأول مرة بشوفه قدامه كده يعني، ففي طرد كده مكفول مربوط بطريقة جميلة. والله كان الورق المغلف به يعني كان يعني حزمتين، يعني 50-50، اللون أبيض يعني. فقال لي تأتينا إلى البيت. والله تجاسرت وتوكلت على الله. البيت فين؟ عند كوريا، يعني في المبنى، مبنى الحي الكوري يعني، على طريق المطار تجاه سنبل وهكذا. فبرضه دي مجازفة عزيزي المشاهد. دخلت إلى البيت، بيتي عديل كده يعني. فقال لي سلم علي وبتاع، شربت الشاي، شاي كده وقال لي تفضل هذا ديوانك الأول. وفتحنا ظرف واحد، أو كان نسختين برا كده يعني. فشكرته الشكر المستحق. قلت له بارك الله فيك وبذلت معي مجهود وهكذا. قال لي الآن أنت حر، تفضل. وحقيقة برضو عبر سيارة سعادة السفير عدت إلى وسط المدينة متأبطا ال- آه، النسخ من الديوان، 100 نسخة. فالآن أصبحت المشكلة كيف أوزع هذا الديوان. ديوان الحكومة لا تعلم بطباعته ولا في إذن، وليس هنالك إذن كما ذكرت. ففكرت مع نفسي، لأنه إذا سئلت ماذا أقول؟ من أذن لك أن تطبع ديوانك دون علم الحكومة؟ وكيف أدخلته إلى المدينة؟ طبعا باعتبار أنه الحقيبة الدبلوماسية لا تفتش، فدخل مع الحقيبة الليبية. ودي ذات أنك أنت تستلم من حقيبة ليبية وأنت إعلامي ومعروف، وهذه إشكالية كبيرة يعني. والله في ناس راحوا لمجرد تهمة. هذه ما تهمة طبعا، هذه يعني أنت المسائل قدامهم يعني. فقعدت مع نفسي قلت ماذا أفعل الآن لأوزع؟ ما حأبيع طبعا، ما في طريقة أبيع من 100 نسخة أبيع كم حبة مثلا؟ ولو بعته حأبيعه كيف وكم يعني؟ فقلت مع نفسي ماذا أفعل؟ جاتني فكرة إنه أمشي لاتحاد الشبيبة. ذهبت لاتحاد الشبيبة، اتحاد الشباب الوطني الإريتري، إحدى المنظمات المدنية يعني، مثل اتحاد العمال واتحاد المرأة. هذا اتحاد الشبيبة والطلبة. وتحدثت مع رئيس الاتحاد آنئذ، له السلام والتحية، الأستاذ محي الدين شنقة. فقلت له أستاذ محي الدين، أنا طبع لي ديوان في الجماهيرية الليبية، وكان اجتهاد مني أنا. هو رجل أطمئن إليه ويطمئن إلي، وكذلك رجل محترم، له السلام والتحية والمعزة، رجل ذو كفاءة، ورجل أمين، ورجل محترم يعني بمعنى الكلمة. فقلت له يا أخي، فأنا اجتهادا مني ومبادرة مني طبعت الديوان، وأوعث له بشكل أو آخر أن يكون لي حماية إذا ما سئلت مين كان وراء هذا الديوان. فمع نفسي قلت إنه على الأقل أقول إنه الاتحاد كان على علم بطباعة هذا الديوان. فقلت له في هذا المعنى، هو فهم، الرجل ذكي ورجل فطن. قال لي يا أخي ما عليك، ما مشكلة يعني،
لأنه الاتحاد الشبيبة آنئذ وإلى عهد بعيد بعده، الآن طبعا اتحاد الشبيبة لا حول له ولا قوة. اتحاد الشبيبة أيام محي الدين شنقب والذين خلفوه حقيقة كان أكبر من أي وزارة في الحكومة، ماديا وإداريا وبرامجيا. هل تعلم عزيزي المشاهد، اتحاد الشبيبة كان له خطط عشرية وخمس عشرية لبرامجه، وينشط في كم هائل بما فيه التجارة والشبيبة كان اتحاد الشبيبة بمثابة حكومة داخل حكومة، ورجاله أصحاب كفاءة عالية جدا، أصحاب كفاءة عالية علميا وإداريا. ولذلك حورب الشباب، حورب هذا الاتحاد. لا أود أن أدخل في تفاصيل لماذا وكيف وما هو وضعه الآن عموما. فقال لي ما في مشكلة يا أستاذ شريف، نحن الديوان نعتبره ديوان. فقلت له خلاص، أريد أن أهديكم نسخ من هذا الديوان. اطمأننت، أنا عندي جهة لو سئلت حقول اتحاد الشبيبة. والله كان مخرج، ويعني لولا احترامه يعني تقديره لي و... 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 وفي نفس الوقت برضو يعني حاسب الدور الذي نقوم به داخل البلد وهكذا. أنا يقول لي يا زول احنا ما بنعرف. هي ليست جريمة، يعني ديوان ده كله شعر وطني وشعر اجتماعي وعاطفي وهكذا يعني. فقال لي ما في مشكلة. فقلت له أنا أود أن أعطيه شيء كمان يعني مقابل هذه الحماية يعني. فقلت له يا أخي دار أهدي الاتحاد كذا نسخة، تقريبا كان في حدود 40 ولا كم 40 نسخة يعني. فقال لي يا أخي نحن نشتري منك النسخ هذه. فكان برضو فرع آخر. قلت له طيب بكم يعني؟ قال حدد انت وبعدين نشوف يعني. وانا داير اديهم مجاني يعني. فانا قلت عدد يعني سقف ما داير اود ما حقول السقف. فخطيت سقف محدود لانه خجل يعني، ما داير ابقى كمان شره الى هذا المستوى. فقال لي تبسم قال لي ده كلام ساكت يا استاذ شريف، انت قول اطرح علينا كذا عالي، سقف عالي، بعدين نحن ننزل الى سقف اقل من الكلام انت طرحت لنا عالي يعني، اقل شويه بمعنى اكثر من السقف الذي كنت انا طرحت. قلت له كويس، طيب ما هو الاجراء؟ اكتب لنا الرساله. فتمت الصفقه. انا ما اسميها صفقه، هي صفقه اخويه، كانت مخرج بالنسبه لي يعني، كانت اهم من القريشات ذاته. حددت كذا قال لي لا لا كذا وخلاص، وكانت مرضيه جدا، كافية جدا. أنا كان يكفيني أنه يكون طبع الديوان والحمد لله. المهم فأعطيت النسخ وبدأت أوزع للأصدقاء. أنا والله ما بعت كل باقي النسخ اللي كانت عندي، ما بعت لحد. جزء منها للمكتبة داخل وزارة الإعلام، والمكتبة العامة في أسمرة برضو نسخة نسختين، وإلى الزملاء من الشعراء، أول زملائي في القسم العربي وخارج القسم العربي برضو كانوا بعض الزملاء في وزارة الإعلام من الناطقين بالتجرينية والتجريت يقرؤون العربية. فأعطيت أي زول أتوسم إنه يقرأ الشعر، يقرأ اللغة العربية والشعر، أهديته إياه تحت توقيعي وكتابة ذكر اسمه. قلت برضو من المجاسرات التي كانت في هذا الديوان أنه قلت لا بد أودي مكتب الرئيس عدد 5 نسخ. ومكتب الرئيس يعنيه الرئيس هو نفسه. هكذا جاتني فكرة يعني. والوقت ذاك شايفينه رئيس
الكلام ده 2002. يعني هنا هسه 2003. 2003. فقلت أهدي مكتب الرئيس 5 نسخ وأحرر رسالة رسمية من شاعر طبع ديوانه الأول، ويهدي نسخة إلى رئيس الدولة. والمنطلق كان، يعني عزيزي المشاهد، نحن طبعا الحاشية بتاعت الرئيس باعتبارنا إعلاميين، حاشيته الأمنية وحاشيته الإعلامية وهكذا، يعني جزء منهم كنا نلتقيهم. يعني ما يشوفوك في مؤتمر، يشوفوك في اجتماع، يشوفوك في مقابلة وهكذا، وشايفينك على الشاشة في قراءة الأخبار، في الحوارات وهكذا، فيطمئنوا لك وتطمئن إليهم، سلام ومرحبا. فوصلني من من مكتب الرئيس أن الرجل الرئيس يعني يعجبه شعري، خاصة أدائي عندما أقرأ الشعر، ولا يعجبه قراءة شعراء آخرين دون ذكر أسمائهم. فربما تكون دي واحدة من الأسباب، يعني أو الدوافع والدواعي. دي ناحية. الناحية الثانية، برضو لا أنكر ولا أصنع اليوم كراهية إنه هنا هو رئيس، كان رئيس ونحن تحت دولته وهكذا. ف يعني كونك تهدي الرئيس ما فيها عيب يعني. فحررت الرسالة وكتبتها داخل وزارة الإعلام على الكمبيوتر. فخامة الرئيس سياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، المعنى يعني المعنى، تشرف أن أهديك ديوان شعري الأول وكذا، يتضمن كذا وكذا وفيه 5 نسخ، واشتريت ظرف كده كده، ظرف أبيض جميل كده من البريد أو من إحدى المكتبات، ورسالتي ظرفت في ظرف هناي، ومن الصحفي الإعلامي الشاعر أحمد شريف إلى فخامة الرئيس ياسر أفورقي رئيس دولة إريتريا. الرسالة جوا، وال5 نسخ جوا، جوا الظرف، وعملت في ظرف كده، برضو ظرف كده يعني، ماشي لفخامة الرئيس. عزيزي المشاهد، المهم، فقررت انه انا اذهب بنفسي الى مكتب الرئيس. وذهبت، ولأول مرة في تقلاقزات المقر الرئيسي الكامل، الوزارات ومكتب الرئيس والأمة دي كلها هناك جوا يعني، كلها. يمكن تعمل لها إذا عملت لها كرتون كده. يعني. فالمهم دخلت، طبعا المدخل إلى مكتب الرئيس في حراسة أمنية مشددة، وفي جماعة قاعدين على الكاونترز كده. داخل دار تقابل الوزير، مين، سلم بطاقتك، ويدوك بطاقة زائر وتشيله، وإذا حدث ما لا يحمد عقباه فأنت مسؤول يعني. المهم، فجيت على المدخل الرئيسي، فجماعة قاعدين كده، الجماعة يعينوا ليك كده وبتاع. فجيت قلت لهم ماشي وين؟ بالتقنية طبعا الكلام. قلت لهم ماشي مكتب الرئيس. في شنو؟ قال لي واحد. قلت له داير اقابل الرئيس. ايه؟ قال لي. قلت له يا اخي عندي له اهداء يعني. اهداء شنو؟ قال لي. قلت له طبعت ديوان شعر، وداير اهدي فخامة الرئيس هذه النسخ. قال لي جيب البطاقة. اديته بطاقة الهوية يعني. وهو من شكلي عارفني انا في وزارة الاعلام اوكي. قال لي، شال بطاقتي واداني بطاقة زائر متوجه لمكتب الرئيس. لحد الآن سليم يعني. ذهبت إلى مكتب الرئيس. قبل أن أدخل يعني جيت أنا على المكتب الآن، ما أعرف أنا لماذا قبلت ما تم العرض علي، أنا لا أدري يعني. لكن قلت ربما لحكمة ما، خلاص، وكفى المؤمنين شر القتال. أنا داخل على
المكتب الذي يدخلني إلى مكتب الرئيس، يعني السكرتيرة حتكون موجودة وحتقول لي عايز شنو، عايز الحوار الذي يتم يعني. لكن أنا دخلت يعني بيني وبين مكتب الرئيس خطوتين يعني. لأنه أنت داخل بتشوف وزارة الإيه الوزير كده وبتاع، وبعدين مكتب الرئيس، ودخلت يعني الذين يعرفون طغلا جزاء. فأنا متوجه إلى مكتب السكرتيرة لأتحدث معه مباشرة. فإذا به السفير فاسيل جبر سلاسي يبدو لي، الذي كان سفيرا في جمهورية مصر العربية وفي الدول الأخرى، وهو من أم مصرية وأب إريتري، حيث توفي أبوه الإريتري في مصر وتوفيت أمه المصرية في إريتريا. فاسيل طبعا ساعتها كان في قسم البروتوكول، لكن برضو قريب من مكتب الرئيس يعني. فأول ما شاف طبعا لهجته مصرية وهكذا، فأول ما شافني قال لي أستاذ شريف، أهلا بك يا باشا. في إيه يا باشا؟ قال لي. قلت له أهلا أستاذ فاسيل، إزيك؟ الناس اللي كانوا يحترمونا ونحترمهم يعني. قلت له والله يا أخ فاسيل، أنا جاي داير أقابل الرئيس. قال لي في إيه؟ هو الرئيس بحاله، قال لي كده. مصري. الرئيس بحاله؟ قلت له أيوه. قال لي في إيه؟ إن شاء الله خير. قلت له يا أخي أنا طبع لي ديوان شعر في الخارج، وهذه نسخ فيها رسالة موجهة لفخامة الرئيس، ودار أعطي فخامته هذه النسخ هدية مني. فقال لي والله يا أستاذ شريف هو خرج من شوية. أنا صدقته طبعا، وما يعني ليس هناك مبرر ليكذب علي يعني، ورجل مؤتمن يعني. لأنه لا يمكن يقول لي خرج وأنا برضه يقول ده رجل إعلامي ممكن يبحث وكده يصل بعدينك. فسيل يقول خرج الرئيس والرئيس قاعد، أين كيف ولماذا، ممكن حاجات كثيرة. أنا مطمئن إنه ما كان موجود، لكن السكرتيرة موجودة. فقال لي دي بس ده وبس. قال لي. قلت له أيوه، ما عندي حاجة تانية. طيب قال لي لو ما عندك مانع، إذا لم يكن لديك مانع، أنا ممكن أوصل لك الرسالة دي إلى يد الرئيس. ما فكرت يعني، قلت ليه وكده، ما على طول قلت خلاص لحكمة ما أنا أول مرة أدخل وما موجود. وفاسيل يقول لي يا أستاذ شريف إذا ما عندك مانع أنا أخذها منك وأتأبط شر إيصالها وخلاص. فمع نفسي اطمأنيت، قلت له فليكن، أشكرك جزيل الشكر. طاق سلمته. ما قلت له ما، يعني أنا قلت بس كفى المؤمنين شر الختام، كفاية كفاية، لا تتقدم أكثر. يبدو لي هكذا قرأتها سريع يعني. وعلى طول تفضل أستاذ فاسيل، والرسالة جوا. قال لي أيوة شايف. ورجعت القهقرة إلى المكتب الذي أخذ بطاقتي، وداني بطاقة زائر. فسلمتهم، ما قالوا لي قابلته، سلمته. شايفيني طبعا ينظرون إليك يفتشوك، عارفين إنك دخلت بإيش وطلعت بإيه. لو دخلتك هكذا وغيرت يقولوا لك وين ملابسك. فعارفين إنه دخلت بكيس في مكتب الرئيس وبتاع، معناه أنا اديت ولا حاجة. المهم فاديتهم البطاقة بدون أي كلام، وكل جهات أمنية يعني. وأخذت العناية ورجعت. يعني أنا ولم أتصل ذاته، هل فخامة الرئيس وصلك ديواني وما إلى ذلك يعني. ما سألت، ولا سألت فاسيل لأنه ما عندي تلفون فاسيل. فاسيل لا ألاقيه بالصدفة، لكن كان ممكن اتصل علي. فعموما خلال بعد أسبوع ولا 10 أيام التقيت بفاسيل صدفة في عمل ما يعني. أعتقد كان في مبنى دندن، ولا في المطار، ولا المهم في عمل. والتقيت. قال لي أستاذ شريف أهلا أستاذ فاسيل كيفك. أنا ما سألته، وأعتقد إنه يعني لو ما قال لي ممكن كنت حاسأله. عموما فقال لي الأمانة وصلت يا أستاذ شريف لمحلها.
شكرا قلت له. كررها لي تاني، قال لي الأمانة وصلت لي محلها. أشكرك أستاذ فاسيل، وساعتها الوقت ذاك ما سفير يعني. شكرا وبارك الله فيك. طيب، أنا هسي ما عنديش تفاصيل، هل استلم الرئيس ما استلم، لكن فاسيل رجل مؤتمن. لكن كنت أتوقع أنه إذا استلم ممكن تجي رسالة شكر. ممكن يقول لي واحد بالله اكتب لي الإعلام اللي كتب لنا الشعر ده، اكتب له رسالة شكر. طبعا هي أدبيا وأخلاقيا كان ينبغي أن تحرر لي رسالة شكر، ولا أي حاجة ذاته. فالمهم ما جاتني منه رسالة نهائي، ولم أسأل عنها، لأنه لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم. فاطمأننت، خلاص يعني الديوان وصل إلى مكتب الرئيس. برضو ربما كانت إنه لو سئلت إنه أنا وصلت لها على جهازات، والشبيبة حمايتي موجودة والحمد لله، ربما كانت هكذا. وهكذا عزيزي المشاهد، هذه كانت باختصار قصة هذا الديوان، والباقي وزعته للأصدقاء كما قلت. والغريب أن خرجت من أسمرة وليس في جعبتي نسخة من الديوان. هكذا أحيانا تكون الصدف، إلى أن أخيرا وجدت نسخة منها، من أخت عزيزة يعني، كنت أهديتها هذا الديوان، وانتقلت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لها وارحمها وأكرم نزلها واسع مدخلها. هي خالد بنت عبير، ستهم عبد النور حسين، لها الرحمة والمغفرة. كنت أهديت هذا الكتاب كما هديت الأخوان والأخوات الأصدقاء من الأسرتين يعني، فلها الرحمة والمغفرة. فضمن المقتنيات التي يعني، فهذه هديتها لنا. أيها الأحباب الكرام، ولذلك هذه النسخة الوحيدة التي معي الآن في مكتبتي هنا. طبعا الديوان آم، أحدث لذة عند البعض، وأحدث فرحا عند البعض، وأحدث كذلك غضبا عند كثيرين يعني. آفة المشكلة واللسان العربي في إريتريا. هل تعلم عزيزي المشاهد أنه يعني طباعة ديوان واحد وسط كم هائل من كتابات بالتجرينية وبالتجريت مثلا، كان أي ناطق إن شاء الله يكون حتى الحيوان الناطق باللغة العربية في إريتريا دعك من الإنسان الذي كرمه المولى سبحانه وتعالى أن يتم الاحتفاء، مش لأنه ديواني هو، لكن أي نسخة عربية مفروض يتم الاحتفاء بها والبهرجة وهكذا. ولكننا كنا كلنا الناطقين بالعربية يعني نخرب بيوتنا بأيدينا. حملات شعواء بين بعضنا البعض والعياذ بالله. وحدين كانوا يحاربون الجريدة العربية التي تخرج وتصدر مع قرينة التجرينية. الناطقين بالعربية كانوا يعملون على تعطيلها، والحكومة عارفة، والحكومة هي معطلة الأساسي، ولكنهم برضو يزيدون الطين بلة. فهكذا يعني كانت تحارب اللغة من ناسها، من ناطقيها. وأنا والله كثير من تراجع هذه اللغة لا أرجعه للنظام ومجموعته بقدر ما أرجعه لبني هذه اللغة الذين كانوا عن قصد وعمد وإصرار يحاربون هذه اللغة، وهم لولا لغتهم التي يتحدثون بها بالعربية يجيدون معها تجرينيا أو تجريت وما لا، ما كان لهم اسما مذكورا أبدا. وهكذا تم محاربة هذه اللغة، وإلى هذا اليوم عزيزي المشاهد، إلى هذا اليوم هذه اللغة تحارب من الناطقين بالعربية. حتى في الإعلام الخارجي هذا الذي نقول فيه الخير ونقول فيه الرأي والرأي الآخر،
برضو البرامج العربية واللسان العربي والقنوات هي محاربة من ناس ذات الناطقين بالعربية، ثم يرمون بآثامهم وجرائرهم على النظام، لأنه النظام شماع يعني. وهذا أقول أنا مع الأسف الشديد، وأعمل في كثير من النوافذ العربية التي لا ينصرها أهلها. هذا البرنامج العربي الذي يأتيكم مع قريني آخر، المتابعة عنده مش كثيرة يعني. ومع الأسف الشديد حتى بالتقرينية برضو عبر هذه القناة الحرة المباركة، برضو ما متابعة مش كثيرة يعني. آه. وهذا حظنا. عموما صدور الديوان أنا بالنسبة لي كان إنجاز والحمد لله، وذلك الكم الهائل من المجازفات، وفي نفس الوقت دخول المخاطر والمهالك، الحمد لله مرت السفينة سفينة هذا الديوان. ماذا إذا قال القمر؟ أنا سأتوقف هنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة. في الحلقة القادمة إن شاء الله سأفرد مساحة لقراءة بعض القصائد من هذا الديوان الأول، ديوان شعر. أختم الحديث عزيزي المشاهد بأن أقرأ المقدمة فقط، فقط المقدمة. أقول في المقدمة عزيزي المشاهد: هل تعتقد القارئ الكريم أن الشعراء يكتبون مقدمات مناسبة لدواوينهم الشعرية بقدر ما جادت به قرائحهم وأذواقهم؟ أنا شخصيا لا أعتقد، لأن الفعل الكتابي في التجربة الشعرية أكثر عمقا وأبعد غورا من كتابة المقدمات. بالتالي تكون تلك قد استنفذت طاقاتهم التعبيرية ولا تحظى بأي قدر من الاهتمام. هذه ناحية. الناحية الأخرى وهي المتعلقة بتقديم تجربة شعرية في حد ذاتها والدخول في عمليات الطباعة والنشر والتوزيع وبقية الاتصالات وما عليها، هي الأخرى. لا يمكن أو لا تمكن الكاتب والأديب من كتابة تقديم مناسب. ولو قدر للكاتب أن يخير لاختار استعراض كل التعقيدات والصعوبات التي واجهته طيلة رحلة النشر والتوزيع إلى آخره. القارئ الكريم، بين يديك تجربة شاعر يرشح ديوانه الشعر الأول من وطن اسمه إريتريا، يقع في شرق القارة الإفريقية. وبين دفتي هذا الديوان قصائد مختلفة، بعضها وطنية والآخر غرامية. وهنالك قصائد أدعوك لقراءتها وهي الخاصة بميلاد الاتحاد الإفريقي. فقد حاولت في هذه القصائد عكس واقعنا الإفريقي وتطلعاتنا نحو المستقبل. لكل قصيدة في هذا الديوان ذكريات ومواقف ورؤى خاصة بي، فيها آلامي وآمالي وأحلامي. قد تجنح بك بعض القصائد إلى رحاب القمر، وقد يكون الانطباع غير ذلك في بعضها، وهي مسألة طبيعية. لكن بالنسبة لي أي حرف يحفظه هذا الغلاف يعني الكثير والكثير. بين دفتي هذا الديوان قصائد عشتها بتفاصيلها ولحظاتها، فارتأيت أن أبوح بها، وهي لحظة اعتراف أقدمها لك دون إجراء تعديل أو إخراج. فكما خلقت في خاطري وخيالي لا بد لها من أن تتنفس الهواء الحر. وفي البدء أتمنى لك عزيزي القارئ رحلة شعرية ممتعة بين طيات هذا الديوان، وبذا نكون أنا وأنت وهذه الصفحات ثلاثيا وقد تلاقى في ماذا إذا قال القمر. أحمد شريف. هذه المقدمة، ثم بعد ذلك إهداء. إن شاء الله الحلقة القادمة نبدأ من الإهداء واختيار بعض القصائد التي أراها ربما تعبر عن شكل الديوان. أيها الأحباب الكرام، أنا أتمنى لكل شاعر عنده تجربة شعرية أبحث. أنا لو لم، ليس مجرد البحث ولكن أدخل إلى المخاطر والمهالك أحيانا. فلو لم أخاطر وأخوات المخاطر لما كان ديوان الشعر بين يدي الآن يعني. فرب مخاطرة نافعة ورب مهلكة بها محمد.
يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة أيها الأحباب نبدأ البرنامج ونختتم بها، شاكرين لكم حسن استماعكم وتفضلكم بالبقاء معنا أيها الأحباب الكرام. تحياتي محدثكم في الإعداد والتقديم أحمد شريف، مع زملائي الفنيين والإداريين والمشرفين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم بخير وصحة وعافية. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. كنتم مع الحلقة رقم 211 في برنامج مع اللغة العربية. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.